لا والله ان انا بجد يعني نصيحه لنفسي ولينا، نعم. ده بجد بجد يعني وقت التصوير. مش احنا محتاجين من دلوقتي ان احنا نبدا ان احنا نستعد لرمضان، وكده احنا متاخرين. كده احنا متأخرين. والله بس ربنا ربي يهدينا ويتوب علينا. بس بجد اسال الله عز وجل ان يرزقنا العمر الطويل والعمل الصالح. بس العمر بيجري جدا، وده رمضان ده نعمه. اسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان. امين يا رب، امين. وانت بتتكلم دلوقتي اصلا وانا عمال اقول ايه ده، احنا يعني هو انا ماشي في خطه معينه وفي حاجات معينه، سواء كان فيها قدر من الخير او فيها قدر حتى من الغفله او فيها قدر من التقصير او فيها قدر من الاحسان، ايا كان. هو انا خطه رمضان بتاعتي انا لسه ما بداتش، ده رمضان فاضل له كام اسبوع. لا ده لازم ابدا فورا. يعني لازم ازرع الزرعه اللي انا عايز احصد ثمرتها في رمضان. فيا دوب طريق الى الله عز وجل يحتاج لانتباه، يحتاج الى مسارعه، يحتاج لاقتناص الفرص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لله في ايام الدهر نفحات الا فتعرضوا له. في امر نبوي ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك روح اتعرض. يعني بقى الائمه بيقول لك التعرض لنفحات الخير فرض، واجب على المسلم. ان انت لما تعرف ان الخير هنا نازل روح. ده ليه امر النبوي الا فتعرضوا له، واجب. تمام. ان انت تعمل في نفسك في ان انت ما تلقيش بنفسك في التهلكه، وان انت تعمل العكس اللي هو ايه، ان انت تتعرض للخير وتستقبل الخير. الله عز وجل يقول عن سيدنا ادم فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. فكره ان انت تكون منتبه، عارف ان لو مسكت دلوقتي حاجه ورميتك بيها مش هتبقى اسمها ان انت تلقيتها. امتى يبقى اسمك تلقيتها؟ لما تكون قاعد مستعد وقمت مسكتها، صح؟ كده انت يبقى